السلام عليكم متابعينا الكرام، أخي الرجاوي أختي الرجاوية، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وفرجة ممتعة وشكرا لكم. نبدأ عدد اليوم بخبر عنوانه تحركات رسمية من طرف وزير مغربي لخلافة رئيس الرجاء الرياضي البدراوي عزيز. وفي تفاصيل الخبر أكدت مصادر خاصة صباح اليوم بأن هناك تحركات رسمية داخل هيئة حكماء الرجاء الرياضي لدفع الوزير السابق المغربي صلاح الدين مزوار ليكون بذلك رئيسا لفريق الرجاء الرياضي هذا الموسم بعد استقالة رئيسه الحالي البدراوي عزيز، لا سيما بعدما حل مزوار في مقر الفريق الاخضر في مركب الوزيز لحضور الاجتماع الاخير الذي نظمه حكماء النادي بهدف تدارس الوضعيه الصعبه التي يمر منها في الوقت الراهن. هذا وعلمت المصادر بان هناك رغبه جامحه من طرف مجموعه من الحكماء في تعيين الوزير المغربي السابق مزوار في منصب رئيس الفريق الاخضر في الجمع العام القادم، لا سيما ان البدراوي عزيز تخلف عن الحضور الى هذا الاجتماع، وذلك رغم تواصله بدعوه خاصه من اجل الحضور حسب ما صرح به الرئيس السابق انيس محفوظ بينما حضر هذا الاجتماع الى جانب مزوار كل من محمد اوسل وكذلك احمد عمور، بالاضافه الى عبد الرحيم السويري وسعيد وهبي وكذلك الرئيس السابق انيس محفوظ وبودريقه محمد. وختمت المصادر ان هذا الاجتماع تطرق فيه الحكماء الى مناقشه الازمه الماليه التي يعاني منها النادي وذلك على جميع المستويات وكيفيه الخروج من الجمع العام القادم في 16 من شهر مايو الحالي باقل الخسائر، وكذلك الاجماع على مرشح متوافق عليه، علما بان الوزير المغربي السابق يعتبر من بين مشجعي الرجاء الرياضي منذ سنوات. وفي خبر آخر عنوانه 2000 درهم لمتابعة قمة الرجاء الرياضي وشباب المحمدية بملعب البشير. وفي تفاصيل الخبر عبرت فئة واسعة من أنصار الرجاء الرياضي قبل قليل عن غضبهم وسيئهم الكبير في تدوينة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن هشام يتمنى بصفته رئيس شركة شباب المحمدية المغربي الرفع من ثمن تذاكر الدخول إلى حضور مقابلة القمة يوم الأحد القادم، والتي ستجمع بين الفريق الأخضر وشباب المحمدية لحساب منافسة كأس العرش المغربي. هذا وحدد هشام من رئيس الشباب المحمدية أثمنة تذاكر المقابلة بين الطرفين في قيمة 200 درهم للمدرجات المكشوفة و300 درهم للمدرجات المغطاة وقيمة 2000 درهم للمنصة الشرفية، حيث يعتبر هذا القرار من طرف هشام يتمنى سابقا في تاريخ الكرة المغربية ككل، حيث أنه لم يسبق نهائيا أن بلغ ثمن تذاكر المقابلات قيمة 2000 درهم حسب تعبيره هذا الأخير في جميع المسابقات المحلية وكذلك القارية، بما فيها المقابلة النهائية لمسابقة عصبة الأبطال وكذلك المقابلة بين الرجاء الرياضي والوداد، لأن ثمن تذاكر الدخول إلى المنصة الشرفية لم يتجاوز نهائيا مبلغ 1000 درهم فقط. هذا وجاء قرار هشام يتمنى بالرفع من ثمن تذاكر الدخول في مقابلة الرجاء الرياضي بعدما كان قد صرح في وقت سابق بأنه لقي معاملة سيئة من طرف مسؤولي الفريق الأخضر، وذلك خلال مباراة الرجاء الرياضي الأخيرة لحساب الدوري الاحترافي المغربي، وهو الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حسب تعبيره دائما، وذلك في المواجهة المرتقبة يوم الأحد القادم. وفي خبر آخر عنوانه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقف أحد المسؤولين البارزين بالفريق الأخضر رسميا. وفي تفاصيل الخبر قررت لجنة الأخلاقية التابعة للجامعة الملكية المغربية توقيف مسؤولين في فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم النسوي ل6 سنوات نافذة بعدما ارتكب مخالفة إدارية خطيرة حسب تعبير الجامعة الملكية المغربية، بعدما كشفت اللجنة التابعة لها في بلاغ عاجل بأنه تم توقيف المسؤول الرجاوي أحمد نعيم بصفته الكاتب الإداري للفريق النسوي لمدة لا تقل عن 6 سنوات نافذة مع تغريمه بقيمة 30,000 درهم. هذا وكشفت مصادر المسؤولة في هذا السياق بأن اللجنة الأخلاقية التابعة للجامعة الملكية المغربية أعلنت في المقابل عن توقيف حمزة كسام المعد البدني لفريق الزهور المحمدية النسوية عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عامين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ مع تغريمه كذلك بقيمة 20,000 درهم، وذلك لارتكابه أحد الأخطاء الإدارية الخطيرة جدا. وإضافة إلى توقيف المسؤول الرجوي ومسؤول الشباب المحمدية، فإن اللجنة الأخلاقية التابعة للجامعة الملكية المغربية وقفت كذلك أسامة الإدريسي الكاتب العام للعصبة الجهوية لفاس ومكناس عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عامين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ مع تغريمه بقيمة 20,000 درهم، وكذلك عدم ولوجه إلى الملاعب الوطنية طوال هذه المدة لاستغلال منصبه داخل العصبة الوطنية وخلقه العقوبة الإيقاف التي تعرض لها في وقت سابق. وفي خبر آخر عنوانه الرجاء الرياضي مهدد من جديد بالحجز على حسابه الرسمي بسبب أزيد من 500 مليون سنتيم. وفي تفاصيل الخبر توصل فريق الرجاء الرياضي برسالة بهية من طرف محامي اللاعب المغربي سيف الدين العالمي بصفته لاعبا سابقا بالفريق الأول، والتي طلب من خلالها بأداء الفريق الأخضر للحكم النهائي الصادر لصالح اللاعب، والتي تصل قيمته الإجمالية إلى 500 مليون سنتيم، حيث كشفت مصادر مسؤولة في هذا السياق بأن محامي اللاعب المغربي سيف الدين العالمي هدد مسؤولي فريق الرجاء
البيضاوي ككل في رسالته بالحجر على حساب النادي الرسمي وكذلك مجموعة من ممتلكات النادي في حال عدم أداء هذه القيمة المالية في الوقت المحدد. هذا وتحصل اللاعب الرجاوي السابق على حكم نهائي لصالحه من طرف محكمة التحكيم الدولية الطاس، حيث سيكون لزاما على الفريق الأخضر أن يؤدي هذه القيمة المالية أول منع من التعاقدات الصيفية، وذلك في حال عدم أدائه للعقوبة المالية في غضون 45 يوما، وهو الأمر الذي قد يزيد من متاعب النادي، لا سيما وأنه توصل مسبقا بشكاية مالية من طرف لاعبين سابقين وهما محمود بن حليب إلى جانب المدافع الليبي الوفي لسند. هذا وكان الرئيس الرجاوي السابق جواد الزيات قد رفض صرف مستحقات اللاعب المذكور بعدما فسخ عقده من جانب واحد، حيث حصل بذلك على حكم نهائي لصالح اللاعب واستنفه الرجاء الرياضي لدى محكمة الطاس، إلا أنها وافقت على قرار الاتحاد الدولي الفيفا ليصبح بذلك الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، علما بأن اللاعب المغربي سيف الدين العالمي يعتبر من اللاعبين الرجاويين السابقين الذين كلفوا خزينة النادي مبلغا ماليا مهما، وذلك دون حمله لقميص الفريق الأخضر نهائيا.